كلنا كنعرفوا اللوغوات ديال الشركات الكبيره والمشهوره في مختلف المجالات، بحال كوكاكولا في المشروبات، ماكدونالدز في المطاعم، مرسيدس وبي ام دبليو في السيارات، سامسونج في الاجهزه الالكترونيه، نايكي واديداس في الملابس الرياضيه، وبزاف ديال الشركات الكبيره والمشهوره في العالم كامل اللي كلنا كنعرفوها. ولكن واش عمرك سولتي راسك شنو كتعني اللوغوات ديال بعض الشركات؟ واش عندها شي معنى ولا غير شكل وصافي؟ في هذا الفيديو غادي نشرح لك المعنى ديال الشعارات اللي كتستعملها اكبر الشركات في العالم. ما عليك انت هو دير لايك واشتراك لهذه القناه المتواضعه. نبداو بشركه نايك اللي متخصصه في الملابس الرياضيه. الشعار ديالها مستوحى من جناح اله النصر الاغريقي استغفر الله، اللي كيعني السرعه الحركه والانتصار. والشعار ديالهم هو جيت دو ايت اللي كيعني لا اعذار. كيوجهوا رساله للرياضيين اللي كيشريو المنتجات ديالهم باش ما يديروش الاعذار ويخدموا على الهدف ديالهم. ثاني شركه اللي عندها نفس التخصص هي اديداس. الخطوط الثلاثه كيمثلوا التحديات والحواجز اللي كتمر منها في المسيره ديالك، بحال شي جبل ولا سلم كتبقى طالع درجه بدرجه توصل للهدف ديالك. وهذه رساله كيوجهوها الرياضيين اللي كيشريو المنتجات الرياضيه من عندها. ندوزو لمجال السيارات وبالضبط شركه مرسيدس. الشعار ديالهم على شكل نجمه ثلاثيه الرؤوس، كيعني انهم مسيطرين على اقطاب الارض الثلاث اللي هما البر البحر والجو. شعار كيدل على الفخامه والقوه. في نفس المجال ندوزو عند شركة بي ام دبليو اللي الشعار ديالها مستوحى من المروحية ديال الطائرة. هاد الشركة في القديم كان التخصص ديالها هو صنع محركات ديال الطائرات، ومن بعد بدلت المجال ديالها صنع السيارات كيف ما كنعرفوا، ولكن خلات الشعار القديم ديالها. ندوزو لشركة امازون اللي الشعار ديالها فيه سهم كيبدا من ا وكيسالي في زد. هادشي كيعني انهم كيبيعوا كل شيء من الف حتى للياء، وبالاضافه ان السهم على شكل ابتسامه كيعني رضا الزبون. في مجال الهواتف والالكترونيات كلنا كنعرفوا شركه سامسونج. المعنى ديالها بالكوريه كيعني 3 نجوم، حيت في القديم الشعار ديالها كان على شكل 3 نجوم. سبب الاختيار ديالو هو طموح صاحب الشركه انها تكون قويه وكبيره ومتعدده، ويكون السطوع ديالها بحال نجوم في سماء الاعمال. شركه جوجل كيف ما كنعرفوا الشعار ديالها فيه 4 الوان. الشركه كتحاول توصل رساله بان الابداع ما عندوش شكل ولا لون محدد، وكسر القواعد جزء من الابتكار. هادو كانوا المعاني ديال الشعارات اشهر الشركات في العالم اللي كلنا كنعرفوهم. ما بغيتش نطول الفيديو، الا بغيتوا الجزء الثاني قولوها لي في التعليقات.